النهارده بقى هنعمل مع بعض طاجن مش قادرة اوصف لكم على جماله، وهنعمل معاه كمان شوية رز، بس الرز اللي انتي شايفاه ده مش بالشعرية ولا رز حبة وحبة. والطاجن ده بقى ريحته مش قادرة اوصفلك عليها. احفظي بقى الفيديو ده عندك عشان خاطر احنا داخلين على عيد، تعملي لهم الوصفة دي، حاجة كده من وصفات المطاعم اللي كلنا بنتهبل بيها. والعيش بتاعها ده حاجة كده ورا الخيال. يلا لايك وشير، وهستنى تفاعلكم على الفيديو، وما تنسوش السبسكرايب. يلا بينا نبدأ في وصفتنا على طول. معايا هنا طاسة، حاطة اول فوق بتاعي، حاطة فيه مكعبين زبدة حلوين، وحاطة فيه شوية من الزيت عشان الزبدة يعني متتحرقش معايا. وهستنى على الوك ده لحد ما الزبدة تسيح معايا خالص والوك يسخن والدنيا كده ايه، تسخن معايا. اول ما الزبدة ساحت والوك بتاعي سخن معايا، هنا تقطيعة لحمة مقطعاها يعني مكعبات صغيرة، مش مقطعة مكعبات كبيرة. هنزل باللحمة بتاعتي على الزبدة والزيت، واهم حاجة انا النار عندي هنا عالية. عايزة اعمل صدمة للحمة. اول ما بنزلها يدوبك بس كده بديها تقليبة واحدة مع الزبدة، وبعدين بسيبها، ما بجيش جنبها، ما بفضلش اقلب فيها كتير عشان مش عايزة اللحمة تنزل المية بتاعتها. انا عايزة اللحمة تفضل محافظة على نفسها كده. فعلى النار العالية اول ما بحس ان هي خلاص بدأت تاخد لون من ناحية بقلبها على الناحية التانية، وبرضو بفضل سايباها لحد ما كلها تلون معايا وتاخد لونة التحميرة الخفيفة دي. في نفس الوقت انا ما بحطش بهارات خالص، والنار لسه عندي عالية لحد ما كلها تلون وتاخد اللون الحلو، وببدأ بعد كده انزل بالبهارات بتاعتي. بس طول ما هي لسه فيها حتت ما لونتش معايا ما بنزلش ببهارات وما بوطيش النار. لازم نعمل صدمة كده للحمة عشان تاخدي لحمة بتدوب في بقك وفي نفس الوقت من جوه طرية وما تشدش معاكي. اعملي صدمة اللحمة دي هتفرق كتير. بعد كده بقى هنزل بالبهارات بتاعتي. اول حاجة هحط الملح والسكر، ما تستغربيش من السكر، بيديها تسكيرة حلوة قوي. هحط السبع بهارات وبهارات لحمة وبابريكا. وبعد كده هقلب كل ده مع بعض حلو قوي. كل البهارات اللي انا حطيتها دي هقلبها مع بعض حلو قوي، ولو حابه تحطي جوز الطيب حطي. بقلب، وبعد كده هنزل بقى بمعلقه كبيره من الصويا صوص الغامق، وبقلب برضو تاني، بدي كل ده مع بعضه تقليبه حلوه كده لحد ما بصي احس ان الوك اللي عندي خلاص الماده الدهنيه اللي فيه قربت تنشف معايا، واللحمه شربت الماده الدهنيه بالبهارات بكل حاجه احنا حاطينها. هنا بقى بجيب كام فص توم، وبعدين بقطعه حتت صغيره خالص. عايزه تهرسيه مفيش مشكله، انا هنا قطعته حتت صغيره. وبعدين هبدا ادي اللحمه بتاعتي مع التوم كام تقليبه، مجرد بس ان التوم يدبل معايا وابدا ان انا اشم الريحه بتاعته. وهنا بقى بنزل بالمكون اللي بصي العشق بالنسبه لي مع اللحمه. هنزل بكميه حلوه من البصل، انا جبت بصلايه كبيره كده حلوه، هقطعها تقطيعه صغيره وهنزل بيها على اللحمه بتاعتي. عايزه تضربيها في الكبه مفيش مشكله، اي حاجه اشتغلي بيها، بس يفضل انتي ما تقطعهاش يعني حتت كبيره. حاولي على قد ما انتي تقدري يعني قطعيها تقطيعه كده صغيره. تمام كده، تمام كده. بعد بقى ما هخلص تقطيعه البصل هديهم كام تقليبه، وههدي النار هخليها وسط. وهسيب البصل ده بقى، طبعا البصل بيبقى فيه ميه، هسيب البصل مع اللحمه ان البصل ينزل الميه بتاعته واللحمه تشربها، ويبقى معايا الطاجن بالجمال ده. بصوا بقى البصل اخد من كرمله اللحمه والصويا صوص والبهارات اللي احنا حاطينها. هاخد بقى اللحمة بتاعتي دي باللحمة بالبصل وكده، وهبدأ اجيبها في طاجن، وهنقل اللحمة بتاعتي دي في الطاجن. بجد الاكل في الطواجن يا جماعة بجد بيبقى ليه نكهة وطعم مميز جدا. احلى الاكلات اللي ممكن تاكليها هو الاكل اللي معمول في الطاجن، بيبقى ليه نكهة حلوة قوي. خلاص بقى كده هاخد كل بقى اللي في الوك بتاعتي، ما تسيبيش بصل ولا اي حاجه يعني، خدي الكميه كلها. طيب الوك دي مش هنغسلها بقى، زي ما هي كده مكان البصل والزبده واللحمه وكل حاجه هنشتغل فيها ونكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. هجيب بقى حته زبده كمان تاني، لان خلاص الماده الدهنيه اللي موجوده عندي ما بقتش يعني خلاص مفيش ماده دهنيه، حطينا كله مع اللحمه في الطاجن. فهنزل بحته زبده. عايزه تشتغلي من اول الوصفه بسمنه مفيش مشكله، المتاح عندك واللي موجود عندك اشتغلي بيه. نزلت بحته زبده، وهستنى برضو ان الزبده بتاعتي دي تسيح كده. وهو اصلا الزبده هتسيح بسرعه لان الوك لسه سخن من اللحمه. هجيب بقى برضو كام فص توم كده وههرسه. عايزه برضو تقطعيه تقطيعه صغيره برضو مفيش مشكله، يعني 3 4 فصوص توم كده حلوين هرستهم معايا. ومجرد ان انا هدي التوم بتاعي ايه ده كام تقليبه، ان التوم بتاعي مش عايزاه يحمر قوي، يدوبك بس التوم تدبل معايا كده، وابدا ان انا اشم ريحه التوم مش اكتر من كده.
يعني كام تقليبة كده ما بتاخدش وقت، والوok معايا سخنة فالدنيا مش هتغيب معايا. هادّيها بقى كام تقليبة للتومة دي كده، وبعد كده في الوقت ده أنا كان عندي بطاطس مقشراها ومقطعاها مكعبات على قد، يعني بُصّي، مع مكعبات على قد تقطيعة اللحمة كده، عشان اللي بييجي ياخد حتة مكعبة اللحمة مع البطاطساية يعني مع بعضهم. فهاستنى لحد ما التومة بتاعتي تحمر كده وريحتها تطلع وتبقى تمام، وبعد كده هاجيب البطاطس اللي أنا مقطعاها وهانزل عليها بقى، هانزل بالبطاطس بتاعتي على التوم كده. بُصّي، هي التقطيعة اللي أنا باقول لِك عليها تقطيعة على قد قطعة اللحمة، وابدأ أقلّب بقى كده. بجد جرّبي الحركة دي، إن أنتِ تعملي صينية البطاطس باللحمة، إن أنتِ تشوّحي البطاطس، بجد بتفرق أوي، غير البطاطس لمّا بنقطّعها كده ونحطها مع اللحمة ونزوّد المَيّة وندخّلها الفرن، ما بتبقاش ليها نكهة زي النكهة دي. هابدأ بقى إن أنا أقلّب البطاطس في الزبدة والتوم بتاعي كده، وبعد كده هابدأ بقى إن أنا أبهّر البطاطس دي. أنا عايزة البطاطس تاخد طبقة crispy كده أو قرمشة من برّه، فيعني إيه، هنبهّرها بالبهارات بتاعتنا، اللي هي هاحط فلفل أسود، وهاحط بابريكا، هاحط ملح، وفي بهارات بطاطس بتتباع عند العطار بتبقى بصراحة حلوة أوي. حطيت كمان رشة من بهارات البطاطس دي، وهابدأ إن أنا أقلّب كل الحاجات دي مع بعض، ملح، فلفل أسود، بهارات بطاطس، بابريكا. وهابدأ إن أنا أقلّب كل دول مع بعض حلو أوي كده، وهاسيب البطاطس عندي لحد ما تاخد الطبقة الcrispy اللي أنا باقول لِك عليها، أو يبقى فيها من برّه كده قرمشة، ما تبقاش طرية كده وما لهاش طعم. لأ، أنا عايزة البطاطس تشرب من الزبدة والتوم والبهارات دي وتقرمش معايا سِنّة. هي مش إحنا مش بنقليها، بس هتاخد من برّه كده طبقة طعمها حلو أوي. جرّبي بجد إن أنتِ تعملي بقى وصفة النهارده دي، وإن شاء الله هتعجبِك، وهاستنى ترجعي تقولي لي إيه الأخبار. هاسيب بقى البطاطس، بُصّوا بقى هنا البطاطس أخدت لون وطبقة من برّه حلوة إزاي، هو ده اللي أنا قصدي عليه. بس كده خلاص، أنا مش عايزة حاجة تاني أكتر من كده. هاطفّي على البطاطس، وهاجيب طاجن اللحمة اللي إحنا مجهّزينه مع بعض، وهانزل بقى بالبطاطس عليه كده. هانزّل البطاطس وهاقلّب كلّه مع بعضه بقى كده عشان كلّه ياخد من طعم بعض. عايزة البطاطس واللحمة والبصل وكلّه ياخد من طعم بعضه كده، فقلّبيها تقليبة حلوة. ويا سلام بقى لو عندِك طاجن أكبر من اللي أنا كنت شغّالة فيه ده. بُصّوا، أنا كنت هنا باقلّب وأنا إيه، خايفة حاجة تُقع منّي. الطاجن ما كانش كبير أوي، فكل ما تستخدمي طاجن أكبر كل ما هيسهّل عليكِ الوصفة. أنتِ لسه ما حطيتيش اللايك، ما تنسيش اللايك، ولو لسه ما دوستيش على السبسكرايب، إيه اللي مانعِك؟ ما فيش حاجة مانعاكِ تدوسي على السبسكرايب. يالّا دوسي على السبسكرايب، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان كل ما انزّل فيديو جديد يوصلِك إشعار بيه. قلّبنا كلّه مع بعضه بقى. الوok اللي أنا عملت فيها اللحمة والبطاطس مش هنسيبها برضه، هاحط فيها مَيّة سخنة عشان آخد كل البهاريز بقى اللي نزلت بتاعة وصفة النهارده دي، وهانزل بيها بقى على إيه، على اللحمة والبطاطس اللي عندي. بُصّوا، التومة بقى التوم والزبدة وكلّه، كل حاجة نزلت عندي في الwok، أنا خدت العصارة كلّها، وغطيت بقى البطاطس باللحمة ودخّلتها الفرن بتاعي. هنا بقى الرز هنعمله بإيه، بلسان العصفور مش بالشعرية. جرّبي بقى الرز بلسان العصفور، والله طعمه حلو أوي. حطيت شوية زيت حلوين، عايزة تحطي سمنة بقى زبدة براحتك، بس أنا قُلت إيه، أخفِّف الدنيا شوية وأحط شوية زيت صغيّرين، ونزلت فيهم بكمية كده من لسان العصفور على قد ما أنتِ حابة. فضلت أقلّب فيه لحد ما لسان العصفور أخد اللون الحلو الدهبي ده. وبعد كده كنت غاسلة رُز عادي خالص، رُز مصري عادي، غاسلاه ومصفياه، ونزلت بالرُز بتاعي على لسان عصفور، وهابدأ بقى أشوّح. عايزة تاخدي رُز مفلفل، شوّحي الرُز بتاعِك حلو أوي، ما تخلّيش فيه نقطة مَيّة من المَيّة اللي إحنا كنا غاسلينه فيها. يعني إحنا بنصفّيه، وبعد كده بافضل أشوّح فيه حلو لحد ما المَيّة بتاعته دي يعني ما تبقاش موجودة، والرُز كمان يتغلِّف بالزيت اللي إحنا حاطينه. هاحط برضه الملح، أضبّط الملح بتاعي. طبعًا كلنا عارفين كل كوباية رز بتاخد معلقة صغيرة من معالق الشاي دي ملح. هاقلّب برضه الرز بتاعي مع الملح، وبعد كده هانزل عليه على طول بالمَيّة المغلية. أنا ما باحطش مَيّة ساقعة، في ناس بتحط مَيّة ساقعة، بس أنا بصراحة باحب المَيّة المغلية، بتنجز معايا في سوى الرز، وفي نفس الوقت ما بتخلّيش الرز بتاعي يعجِّن، وبتخلّي الرز بتاعي مفلفل. باسيبه على نار عالية لحد ما يتشرّب المَيّة بتاعته، وبعد كده باهدّي عليه وباغطّيه، وباسيبه بقى يستوي على مهله. بس قبل ما يشرب المَيّة ما باغطّوش، باسيبه لحد ما يشرب مَيّته. تمام كده. تعالوا بقى نعمل العجينة اللي هنغطي بيها الطاجن بتاعنا. معايا هنا كوباية من الدقيق، وهانزل عليها بنُص معلقة صغيرة من الخميرة، وهانزل عليها بمعلقة صغيرة من السكر، وما ننساش طبعًا ذرة الملح أو رشة الملح في أي حاجة فيها دقيق.
هاحط بقى هنا حطينا الخميرة والسكر وهاحط الملح، وبعد كده هاجيب مَيّة بتاعتي هتكون دافية، والجو اليومين دول أصلًا حَر، فهي المَيّة أصلًا نازلة من الحنفية دافية وسخنة، فهنجيب بقى المَيّة كده دافية وهابدأ إن أنا أعجن العجينة بتاعتي. عايزة أقول لِك العيش ده رهيب، تقدري تعملي أصلًا الوصفة دي لوحدها العيش ده وتعمليه كده وتسويه على الطاسة زي ما عملنا في فيديو الرقاق، هيطلع معاكِ رهيب بجد تحفة. وتقدري برضه تحطيه في الفرن إن أنتِ تحطي الصاجة بتاعة البوتاجاز تشقلبيها وتحطي في الفرن تشغّلي من تحت ومن فوق، وتدخّلي بقى ترصي العيش كده جنب بعضه وما بياخدش وقت، هتلاقيه بينفخ معاكِ وبقى تحفة. بانزل بالمَيّة بقى بتاعتي بالتدريج كده لحد ما العجينة تلِم معايا، وهنا بقى أنا عايزة العجينة بتاعتي تبقى طرية وليّنة مش عايزاها ناشفة، فبافضل إن أنا أنزل بالمَيّة حبّة بحبّة كده لحد ما باحس إن العجينة بتاعتي خلاص هي كده استكفت، تستكفى من المَيّة وتبقى طرية وليّنة وتتعجن بقى. اخدمي العجينة بتاعتِك حلو أوي، هتاخدي لقمة بتدوب في بُقِّك، كل ما هتعجنيها حلو كل ما هتاخدي نتيجة فوق الممتازة بعد السِوَى. فبُصّي هي كوباية دقيق، فمش هتاخد منِّك وقت خالص، خلاص لمّيتها كده هابدأ إن أنا أعجن فيها. أنا بُصّي بقى وأنا باعجن فيها كده على الcounter أنا عايزة العجينة طرية وليّنة، طول ما أنا حاسة إن العجينة تحت إيديّا ناشفة، فأنا بافضل أزوّد لها مَيّة. بُصّي بقى هنا بازوّد مَيّة إزاي، باخد بطراطيف صوابعي كده حبّة من المَيّة وباحطهم في العجينة، لإن أنا حاسة إن هي العجينة مش محتاجة مَيّة كتير، ما تدلقيش مَيّة، فهتحتاجي تزوّدي دقيق والدنيا هتفضل بقى إيه نزوّد مَيّة في دقيق الدنيا هتبوظ، بدل ما تلاقي نفسِك مستخدمة كوباية هتلاقي نفسِك مستخدمة كوبايتين، فهي المعيار بتاع الطاجن بتاعي النهارده هو محتاج كوباية واحدة بس من الدقيق. فبُصّي باحط كده صوابعي كده وباخد حبة مَيّة بس كده بين صوابعي أعجن بيهم العجينة، لحد ما باحس إن العجينة خلاص بقت طرية وناعمة كده في عجنها، مش ناشفة ومحتاجة مجهود في عجنها. بُصّي بقى، عايزة العرق بتاع العجينة ده يعني بُصّي ما توقّفيش عجن إلا لمّا العجينة يطلع لها عرق وفيها مَطّة، أول ما تلاقي العجينة بتاعتِك خلاص بقت بتمُط وفيها مَطّة وبقت ناعمة ما بقاش فيها تعريجات، هنا بتوقّفي عجن والدنيا كده تمام. خلاص هاحطها بقى في طبق وهاسيبها لحد ما تخمر، بعد ما خمرت بقى تعالي نفرد العجينة بتاعتي. بُصّي العجينة بتاعتي طرية إزاي، العجينة دي والله اعملي منها العيش الشامي الأبيض ده هتبقى رهيبة. عايزة أقول لكم إحنا يعني لمّا جينا ناكل بقينا نتعارك على العيش ده بجد، نغمسه كده بالصوص بتاع اللحمة كان حاجة رهيبة، يعني أكلنا العيش الأول قبل ما ناكل الرز. هنفرد بقى الرغيف بتاعنا بس مش هافرده رفيّع أوي، عايزة يبقى فيه يعني سُمك كده يبقى محمّل شوية فيه، مش لُبابة جامدة بس يبقى فيه لُبابة شوية شبه العيش اللي إحنا بنبقى جايبينه من برّه، ما بيبقاش مفروض فردة رفيّعة أوي. هنا كان الطاجن بتاعي خلاص استوى، هاجيب بقى الرغيف بتاعي اللي إحنا فردناه وهاقفّل بيه الطاجن كده من كل الجوانب، ولو عندِك بقى أي حتّة زيادة كده بعد ما هتقفّلي يعني بُصّي اتّكي عليه كده من الحروف أو من الجناب، وباشيل بقى أي حاجة زيادة بالسكينة وتفتكري هنرميها، لأ مش هنرميها طبعًا، إحنا ما بنرميش أي حاجة. هابِل إيديّا بالمَيّة وبعدين هادّي مسحة كده للعيش بتاعي، عايزة تكسري بيضة مع شوية لبن رشة فلفل أسود وتدهني بيها ما فيش مشكلة. أنا عن نفسي حطيت بس بلّيت إيديّا بمَيّة كده ومسحت على العيش بتاعي واديته رشة من السمسم، وهاخد الكورة اللي إحنا كانت زايدة مننا هاكورها وهاعمل لها بقى إيه، كإنها مَسّكة كده شبه غطا الحلة بتاعنا. إحنا لازم برضه نفكّر، هندخّلها بقى الفرن من فوق على الشواية، هاشغّل لها الشواية كده وهاعتمد من تحت وإن الفرن كمان سُخن لحد ما العيش بتاعي أول ما ياخد اللون الحلو ده باطلّعه على طول، بادّي له رشة مَيّة، يبقى الفرن من تحت شغّال عادي والفرن سُخن وباشغّل كمان الشواية وباحطّه تحت الشواية لحد ما ياخد اللون ده، يطلع بادّي له كده بخّتين 3 من المَيّة كده بإيديّا، عندِك بخاخة تمام، بس المَيّة دي بتحافظ لِك على طراوة العيش، بيفضل معاكِ طري جدًا وبُصّي حاجة كده بتدوب في بُقِّك. تعالي بقى كده أنا يعني بعد ما رشينا المَيّة بقى كده سِبت الطاجن بتاعي ده كده يهدى، بُصّي الرز كمان كان استوى مفلفل ورهيب. جرّبي بقى الرز بلسان العصفور لو أنتِ ما جرّبتوش قبل كده هيعجبِك أوي، وهيبقى بديل للشعرية لمّا تحبي تعملي رز بالشعرية وما تبقاش عندِك، جرّبي بقى لسان العصفور. تعالوا بقى نجيب الطاجن كده ونفتحه ونشوف الجمال. عايزة أقول لِك العيش تحفة، الطاجن كلّه البطاطس مع اللحمة مع الصوص اللي فيها ده حاجة كده بجد روعة. بصوا الدنيا عاملة ازاي،
بصوا، يعني هو الطاجن بيتكلم عن نفسه يا جماعه، فما تستخسريش فيا بقى اللايك بعد الفيديو بتاع النهارده ده، ما تستخسريش فيا اللايك والسبسكرايب. وهستنى بقى ايه رايك في فيديو النهارده ده. بصي البطاطس دايبه دوب، مش مستحمله ان الشوكه تدخل فيها، واللحمه نفس الكلام. بصي الجمال، حاجة دايبة. آه، البطاطس نكهة الحركة اللي احنا عملناها بجد عطيتها نكهة حلوة قوي. اللحمة بقى شاربة من صوص البصل واخدت من البهارات والحاجات اللي احنا حطيناها في البطاطس. اتمنى ان وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وهستنى رأيكم بقى على فيديو النهاردة.